والله فكرني عمر بشيء. طب الأسرة الحاكمة في المغرب العربي علوية من آل البيت نسبا، وفي شك في هذا. يعني الإمام الملك محمد السادس علوي، جده علي بن أبي طالب. طيب يبقى علي هو اللي يحكم، ولا الخميني الهندي، ولا الخامنئي الفارسي؟ البلدان الأبية التي ترفض التشيع جملة وتفصيلا. ولعلي قلت قبل ذلك في حلقات، يعني كما يقال بالمثل المصري عندنا، عايزين الشيعة في المغرب العربي يبيعوا المية في حارة السقايين. ما اعرفش المثل ده يقابله ايه في الجزائر، في تونس، في المغرب. يعني انت جاي الى أسرة علوية أصيلة النسب الى الامام علي بن ابي طالب، وتريد ان تدجل عليهم باسم مذهب اهل البيت. هم سادة لأهل البيت، لأن جد الملك محمد السادس هو علي بن أبي طالب مباشرة، ونسبه ثابت وأصيل. دور على معمميك الدجالين اللي هندي واللي بوذي واللي مش عارف تايواني واللي غيره، والذي ليس لهم نسب، لا خامنئي منسب لآل البيت، ولا سيستاني منسب لآل البيت، ولا كوراني، ولا قابنجي، ولا شيرازي، ولا كل الزبالة دي منسبين لآل البيت، وأقسم على ذلك وأنا من الصادقين. فذهبوا يبيعون المياه في حارة السقايين كما يقال عندنا في مصر. فالأسرة العلوية الحاكمة في المغرب هي مؤصلة نسبا إلى الإمام علي بن أبي طالب. طيب السؤال الأبرز قبل أن نبدأ التشيع في المغرب، كونكم تعرفون هذا نسبا للملك محمد السادس ومن قبله حسن الثاني وغير ذلك، طيب ما هم دول آل البيت، ما الفرق بقى أنكم تتبعونهم وهم آل بيت حقيقيين؟ ده أفضل أن تتبعوا على دينه الإسلامي السني المالكي مذهبي المالكي، ولا تتبع الخميني الهندي، ولا يعني خامنئي الفارسي، ولا السيستاني الفارسي؟ ده سؤال موجه لمن يقولون أنهم تشيعوا في المغرب. يعني ما هو آل البيت، يبقى القضية مش قضية آل البيت بقى ومذهب آل البيت، قضية بعث الدولة الفارسية التي تريد بالتحالف مع الصليبية والصهيونية العالمية القضاء على الإسلام. يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. جميل، بس يعني الأخ اللي قال لك أنا يعني أتبع مذهب أهل البيت، طب ما عندك لو أنت بقى بتتكلم في أهل البيت، أو لو أن الشيعة يريدون أهل البيت حاكمين، ما الملك محمد السادس من أهل البيت علوي الأصل نسبا، يعني اتفضل حضرتك اتبعه يعني. لكن الشيعة مش هدفهم أصلا آل البيت ولا غير آل البيت، هدفهم آل بيت النار المجوس الذين يتبعون الفرس يعني، ويستخدمونهم وقود لذبحهم ولنشر القلاقل وإطفاء نور الله والاستهزاء بالقرآن وسب الصحابة سادات الأمة والطعن في عرض النبي وأمهات المؤمنين. وهنشوف في الحلقة دي برضو، هنقدم هدية لأهلنا في المغرب، هيشوفوا يعني كيف أن هؤلاء الذين يدعون أنهم مذهب أهل البيت حالهم مع القرآن، كيف كان حالهم مع القرآن. على أي حال، شايفين هذا الكلام والشغل على المغرب موجود. وزي ما قلت في بداية الحلقة، لا تبيعوا المياه في حارة السقايين يا شيعة. المغرب ملكه مؤصل نسبا صحيحا سليما إلى الإمام علي بن أبي طالب، فما يجيش واحد لا نسب له وابن متعة أصلا زي الشيرازي وزي السيستاني وزي اللي حبيب وزي الخامنئي يدجلوا في المغرب العربي المالكي السني المالكي المذهب.